السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. بس طبعا انتوا عارفين ان احنا بنحضر حاجات المدرسة واتأخرت عليكم في الفيديوهات. النهاردة فيديو مختلف، انا مش جايبة حاجات كتير بس قلت اقدر افيدكم، واللي عايز بيجيب كميات بيجيب كميات. انا طبعا عندي ممكن مثلا بزود حاجات مثلا من المدرسة، بس انا كده جايبة شوية كماليات. كان عندي حاجات من السنة اللي فاتت. ويلا بينا نبدأ ونسمي ونصلي ونبارك على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. ربنا يا رب يعودوا علينا بخير ويجعل كل الأيام اللي جاية علينا بخير، وجاي أحلى أيام بقى رجب وشعبان ورمضان. هو لسه شوية بس الواحد بيستبشر خير من أول الأيام المباركة. ربنا يدي بقى كل الصحة كده ويقدرها ويجعلها سنة سعيدة خفيفة على ولادنا وتعدي بخير ان شاء الله. عايزين مع بعض كده نستعرض شوية حاجات احنا جبناها، وطبعا عشان انا بقالي كام يوم جايباها فنسيت الاسعار، فقلت ان انا ايه اتذكر معاكم. اول حاجة انا جبتها او عموما يعني نستعرضها مع بعض. جبت باكت من الكراسات عامل 65 جنيه، 12 كراسة 60 ورقة. 12 كراسة 60 ورقة. ولو عايزين تعرفوا في الاخر الفيديو، تابعي لاخر الفيديو هتعرفي انا جبت الحاجة دي منين، وهتستفادي بالخصومات اللي هم بيعملوها. فاول حاجة معانا الباكت الكراسات ده ومكتوب عليه سعر. تاني حاجة معانا، انا عندي بنتي المدرسة بتبقى محتاجة في تانية اعدادي، بتبقى محتاجة قص ولزق وورق كلك وشوية حاجات كده، بس انا ما لقيتش الورق اللي هي عايزاه. فجبت قص ولزق. ده يعني كام ورقة حلوين، حوالي 9 ورقات. ده ب10 جنيه. طبعا لا غنى عن الالوان دي، برافو. برافو برضو ماركة حلوة وفيها الوان زي ما انت شايفة كويسة. معظم الالوان يعني هتستخدموها، وبيبقى علشان بقى الهندمة للكراسة بتكتبي بيها في درس او حاجة. فبرضه هشوف لكم سعر. ودي كانت ب10 جنيه. عندي بقى هنا البرايات العادية خالص، مهما جبتي من برايات لا غنى عن البرايات العادية. هنا الاتنين ب5. وجبت الجومة الكبير، يعني دي العادية خالص ب5. وعندنا برضو الجلو ده جبته ب5. طبعا انا جايبه من كل حاجه 2 او 3، بس انا بوريكي عموما يعني الحاجات اللي انا جايباها ومكتره منها كميات. ودلوقتي في الستيكي نوت دي، اللي هي لو اي حاجه بقى عايزه تلزقيها في الكراسه، الميس قالت اي ملحوظه ولا اي حاجه بتجيبيها. كنت في اشكال جديده زي ما انت شايفه، شكل التيشيرت وشكل الفراشه. دول الواحده عامله 5. ونكمل مشترياتنا مع بعض. وعندي بقى دي ابني الصغير، قالوا دي ستيكر بينور في الضلمة، بس هو يعني مش هيكون بينور ولا حاجة. بس دي كانت عاملة 10، يعني نزلوها عرض واحنا واقفين من 15 ل10، فجبتها له. وفي بقى في الكراسات ال3 دي، بصي الكراسة شايفة، هو سكتش يعني مش كراسة، سكتش 80 ورقة ال3 دي. تحسي ان الباب موجود وراه بجد، وتحسي ان دول قدام الباب بس التصوير ظالمهم يعني. بصي تحفة. طبعا هما جوه كمان الكيس فعاملين عاكس. دي سكتش 80 ورقة عامل 22 ونص. طبعا جبت منه حوالي 4 على حسب احتياجي. وعندي برضو بقى السكتشات الكبيرة بقى بتاعت البنوتات اعدادي او كده. فدي عاملة معايا حوالي 22 ونص، لا 27 ونص، عشان دي الكبيرة 100 ورقة. جبت بقى اشكال مختلفة منهم، يعني زي ما انت شايفة اشكال حلوة جدا واسعارهم حلوة جدا. 100 ورقة 60 ورقة 80 ورقة، بس انا بجيب 80 ب27 ونص. وده شكل برضو بنوتاتي وينفع للجامعة وينفع للثانوي، حلو جدا. وادي الشكل التالت اللي انا كنت موريهولك. برضو بقى عندي السنادة الحلوة دي، بيحتاجوها في الامتحانات. يعني لو في امتحان او كده فبيقولوا لهم هاتوا السنادة عشان يقدروا يسندوا كويس والكتابة تطلع مظبوطة. انا جبت للبنوتة دي ب15، ودي برضو عاملة 15. وجبت بقى المسطرة للبنوتة لون وللولد لون. المسطرة الاشكال برضو لا غنى عنها في اي مرحلة، عاملة 5. ودي الوان جودتها حلوة جدا، رصاص غير سام للي هما بيخافوا على اولادهم، مش غالية خالص. دي ب35 جنيه غير سام. انا مرضتش اجيب اللي ب20 وب25، دي هتبقى عمرها اطول. وعندي بقى طبعا البراية الحلوة دي،
في وهنا خلي بالكم برضو معاها براية هدية. دي هنا الجومة البراية دي بقى شكل بقى، ولازم في ابتدائي بيجيبوا شوية حاجات دلع غير البرايات العادية، فجبتها دي بحوالي 7 جنيه ونص. وعندي انا جبت برضو من دي باكيتتين، الواحدة عاملة 35 جنيه. القلم الروتو ده بيعتبر يعني احسن خط بنتي بتحبه، وبالتالي ابتدائي بقوا بيكتبوا بيه، فانا جبت اكتر من واحدة. دي عاملة 30 جنيه، فيها 12 واحدة. ولا غنى عن التوك ابيض واسود باي مرحلة عمرية حتى لغاية الثانوي. فالواحدة ب7.5 طبعا، بس دي مش من عنده، بس هي من الادوات اللي انا اشتريتها. عندك بقى الالوان الحلوة دي برضو جودتها حلوة. دي ب25 جنيه، الوان طويلة 12 لون، عاملة 25 جنيه. انا كنت محتاجة لانش بوكس لابني صغير، بنتي احيانا ما بتاخدش، وهي عندها 2 كمان كبار، بس حاجة قيمة. انا لسه ما فتحتوش. هو معاه جوه المعلقة وشوكة، ومعاه كذا حاجة يعني، اهو الشوكة والمعلقة، وفي دورين. وده عامل 50 جنيه، يعني خامته مش وحشة، طبعا بلاستيك حلو. وجبت بقى فايلات. الفايلات دي الولاد بيستخدموها يا اما في المدرسة لكل مادة، مثلا العربي مادة والانجليش مادة والساينس وما الى ذلك، كل حاجة بتبقى مادة. لما مثلا بيخش المدرس بيطلع الفايل كله، بتبقى بقى كراسة الواجب بكراسة الحصة، مش بيضطر يدور في الشنطة. فدي حاجة حلوة لترتيب لأولادك. تاني حاجة بيبقى كل درس بورقه برضو، فأنا جبت منهم كميات يعني، فالواحد ب4 جنيه، ده يعتبر سعره حلو جدا. في برضو حاجة لذيذة وظريفة، دي شنطة حلوة قوي وتستحمل وتقيلة، خامتها حلوة جدا وكبيرة، وخامتها حلوة وبسوستة، ان هي بتتمسك برضو للدروس، ووتر بروف، حلوة قوي برضو عشان الشتاء. في منها الوان اصفر احمر ابيض، احنا جبنا اسود علشان برضو ما تبصي فيها لمعة حلوة. دي عاملة 30 جنيه وكبيرة، يعني كبيرة تاخد كتب. وابني بقى يعني حاجة كده عجبته. ودي برضو شنطة، اللي هي الشنطة بقى اللي بالدبارة، وبتتقفل هنا من فوق كده، بتتشد، سهلة جدا وحلوة. دي برضو كانت ب25 وكبيرة، يعني تكفي بحر، تكفي نادي، تكفي الدروس، معاكي لكذا استخدام. والدلع بقى كله زي ما جبنا براية شكلها حلو، فبنجيب جومة. تخيلوا ان دي جومة رائد الفضاء الجميل ده، عجبني جدا يعني، وطري، بصوا جميل خالص يعني. لو جبتوه البيبي عنده 3 بس هو ياكلوه، خلي بالكوا يعني شكله حلو ولذيذ يعني. ودي مقلمة طبعا للبنوتات العمليين، للدرس لأي حاجة، عاملة 10 جنيه. دي سيليكون طبعا، تستحمل ضد أي حاجة. ودي كانت مشترياتي البسيطة. طب ايه انت هتقفلي كده من غير ما تقولي لنا بتجيبي مين؟ انا بجيب يا جماعة حاجتي. انا كنت بنزل المنشية، بس فعلا هو ارخص من المنشية واحلى بكتير. في فليمنج السفاح، محلات السفاح عندها كل ما تتخيليه، وفي محل للادوات المنزلية. ان شاء الله نشتري حاجات برضو رمضان مع بعض، وهوريها لك وهصورها لك، وهتجيبي من عنده كميات واللهم بارك، والحاجة خامتها حلوة. طبعا الكوريكتور لا غنى عنه، جبت 2 كوريكتور، الواحد ب5. القلم الرصاص اللي مش بيخلص، رغم ان انا جايبه بس اللي هو يا ماما عايزين حاضر، ب10 جنيه. ففي شويه حاجات حلوه هتجيبيها وهتكفي وتوفي، وفلوسك ان شاء الله هتقضي وهتجيبي بالزياده. وربنا يكون في عون كل وكل سنه وانتم طيبين. وانتظروني فيديوهات بقى متنوعه، اقتصاديه في الاكل واقتصاديه في المشتريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وياريت تكبري أسرتي الصغيرة.